هر جماعة وكيما قلتي طبعا نوكو ميرا بس خلاص كي هيك عرفتش كي قرآن يجي بخينا ما فيرا جو قرآن بخينا. وقلت لها لميرا يا جماعة بهذا الفيديو راح أحكي بالعربي وراح أحكي بالكردي فمشان الكل يفهموا علي. مثل ما قلت لكم إنه البنات ميرا وريما سيفجي الثلاثة اليوم صايمين. ميرا علي تارو جقرتي ها تام ماما سيركه ميرال تارو جقرتي خي زمن قارو جنا قرتي بس بك عكدا الخورة. المهم جماعة فأكل نكوارم قشكر حاركم بما أنهم كوريخو خالص كه فقشكر حاركم معناها ساعات كزيرو كان فعبارة عرود أنا مع قشكر حاركم عزيخام قوش دينم ساعات غوزي بلا بكالي فوكي قلتي لأنا ملوخي زي بوك دبي سيف جد دليتا شيفت شو دخست ميرا ريماس ملوخية اما مدقو عزيمة مثلا بوتاتو بقاورينم بعجاني رش بعجاني سور سيجارة برك تشتي انا بارا بقاورينم تبكي خزيمة نو ماما تناي ولا تناي هذا دغوزي حطوس بعد تمسيرو حليسكي تناي ولا ماما تناي فالمهم ماخد غوست انه عزاو بكم عزيخو بوتاتو دارا بقاورينم سيف قد بيه ملوخية ورز ميرا دبي فارغ نوكي ميرا دليتا شيفينا غوزي ماما دي ما سيتاجي نغوزي تناي ماما هو بيفوز ناسيرة تنا اللي اسمه الملوخية فتنايت الملوخية انه شي نقية انا لحالي صعب يعني بالوقت الحالي يعني الملوخية كان المفروض اني نقية من امبارح فما بعرف اليوم صدفة هيك قلت انه بطبخ ملوخية لأن البنات بعرف إنه أكتر شي بحبوا الملوخية صح؟ عم بتقول إنه ملوخية ورز صح؟ سيفجي يا جماعة بتقول ملوخية ورز وأكتر وحدة ما بتنقي الملوخية هي سيفجي. منضل من إلا نقي إيش عم بتقول يا جماعة؟ سيفجي عم بتقول إنه أنا عطشانة صح؟ سيفجي عم بتقول إنه أنا عطشانة يا جماعة فأنا ما بدي إياها تروح تتسطح وبيرتخي جسمها بزيادة فبدي اياها هيك يعني تكون انه تبرك تتحرك من هون لهون فلحتى ما يرتخي جسمها وما تنام. سيفجي نعسانة نعسانة بدي سيفجي احكي نعسانة ايه نعسانة بدك تنامي ايه ما بدك تصلي شو يا جماعة بدي اسألها سيفجي سؤال شوفوا سيفجي اليوم انت صايمة ايش يعني شلون الصيام صعب ولا سهل؟ أنا بيجي أفهمك وا تمام نعترضن يعني تشاتنا لا كلية سهل ولا صعب؟ نورمال عبتقول وسط يا جماعة يعني عادي. ميرا انتي؟ صعب ريماس انتي؟ عادي ريماس عبتقول عادي. شلون بدكم تصوموا شهر؟ شهر لكن وقتها بتكونوا عم بتداوموا بالمدرسة كمان يا جماعة إذا هن بالبيت ولا شغلة ولا عملة ولسه متون يفاقوا من النوم يعني هلا عنا الساعة 3 ايه لا 3 إلا 20 فمن شوي فاقوا من النوم الساعة 1 فاتوا من النوم صح؟ اجا بونجين على الغدا البنات فاقوا من النوم. شلون ما فاقوا من النوم حممتهم ليش؟ لأنه امبارح كنت رح حممهم يا جماعة بس امبارح ما بعرف يعني اجونا ضيوف وهيك ما قدرت حمم البنات فاليوم الصبح قلت بما انه الشمس يعني اليوم جو شمس فمو برد بالمرة قلت اليوم بحممهم احسن ما اعيفهم لبعد الافطار. ساعات حافظوا يمكن حافظوا هنكي نشا شوية نشا شوي يا جماعة. كل فكرة أميرة إنه بيقدم الساعة 6. هلا نحن بتوقيت اسطنبول يعني بتركيا هون عنا على ما أعتقد إنه بيقدم الساعة 7 وشوي 7 و5 7 وشوي المهم بيقدم. فغير المحافظات التانية شلون إمتى بيقدم ما بعرف بقى. المهم رح تضلوا صايمين للساعة 7. برضو مع الشوكة ما بصير شو ليش ما بصير
اول ما فقتي من النوم قلت لك ميرا اذا انت كتير تعبانه من الصيام افطري، قلتي لي لا، صح؟ ويا جماعه هلا صارت الساعه 3، ميرا عم بتقلي انه انا يعني تعبانه كتير، انه لا جماعه يا جماعه شيء عادي، بتعرفوا ليش؟ لانه هذا اول يوم إله. غير هيك وقت رمضان يعني وقت بالرمضان يجي رمضان بخير وسلامه فرح يقدروا يصوموا، انا متاكده. ليش؟ لانه رح يصير معهم تعويض. فوقت رمضان انا بخليهم يصوموا يوم وما يصوموا، يعني يوم يصوموا ويوم لا، يوم الصيام ولا يوم لا، لحتى مثلا يتعوضوا على اسمه هالروتين تبع رمضان. فبخلي هذا الاسم الروتين عندهم شي اسبوع او شي من 9 ايام. المهم بعدين باخر اللي اسمه رمضان بصير بخليهم انه يصوموا رمضان كله، صح؟ ميرا عم تقولي بوقت رمضان رح تصومي ولا لا؟ بدها تصوم. والله ما انا بظن انه سيفجي ما ممكن تصوم. سيفجي بتصومي؟ ها؟ يا جماعة سيفجي هيك عملت، نعسانة مرتخية بدها تنام، عم بتقلي ماما معلش اروح اتشطح، قلت لها لا ما بصير، بدي اياها تتحرك يعني من هون لهون، مثلا تتفرج على التلفزيون، تتحرك بقلب البيت، فما بدي اياها تنام بالمرة. غير هيك شوي تاني سيفجي رح تقرأ قرآن، صح سيفجي؟ سيفجي هون علت لنا قلبنا، صار ساعة عم نقلها انه نقي الملوخية، عم بتقول انه انا تعبانة وراسي عم بوجعني وعطشانة كتير، فعبالها قومي افطري، عم بتقلي لا. سيفجي قومي افطري، لا ما عندي كمان لا، وبنفس الوقت بتضل بتقول انه راسي عم بوجعني، عم بيفتل فيني، وعم بتقول انه عطشانة. يا جماعة سيفجي متوه ايش عم بتقول؟ عم بتقول هن الثلاثة مو بس سيفجي. ميرا كنت عم بتقولي انه بكره على السحور شاد بدي اكل، ما ميرا عم بتقول بكره على السحور انا بدي اكل كتير. سيفجي انتي؟ كتير. سيفجي عم تقول كتير، عم بتقول اكتر شي رح اشرب مي. ريمس يا جماعة انا فايقت هون على السحور، تمام؟ سيفجي يمكن ما اكلت شي على السحور غير لقمتين 3 لبنة، صح سيفجي؟ ايه. وميرا سيفجي ما لها حيل حتى تحكي، بس ريماس اكلت كويس، يعني اكلت لبنه، وحتى كنت رح سخن لهم حليب مع الاسمه، كنت جايبه كعك وما كعك، بس سويت شاي، قلت بياكلوا الكعك مع الشاي. في حدا منكم اكل كعك؟ مين؟ ميرا كمان يلي اكلت. يا جماعه سيفجي بس لقيتنا شوي عم نحكي دغري راحت بركت على الكنبه. اوه والله سيفجي، والله يا جماعه بركت على الكنباية وتمددت وعلى الشمس. سيفجي ما بصير تعي نخلص اوام. سيفجي ما بصير غير هذا اليوم تصومي، ها؟ ليش؟ جيتي فطرناش. هذا كده اروح بابا. لانه بتضلي بتقولي تعبانه وعطشانه وجوعانه. تشيكي يا ريت بدنا نصور ده. هذا أنا بلا هذا أبوك بيجو رزق كذا. لا ما حد ساعات دكو أو كر ما نشكر كذا بس. ما بصير سيفجي، اهم شي تكون نيتك نظيفه، يعني اذا بدك تصومي والله بقلبك بدك تقولي انا جوعانه وعطشانه وما بعرف شو، ما بصير. دوام تعي نقي دوام. والله علت قلبي سيفجي يا جماعه. والله يا جماعة. سيفجي تعي غني لنا غنيه. هاتي سيفجي. بدها تنام يا جماعة، بتدور على فرصة لحتى تنام وأنا ما بخليها تنام. هنا بيجي ده شغال يعني هديك هو خالص لا هدي جمورة. يا جماعة هون طلبت من ميرا وريماس ينشروا لي الغسيلات،
فأنا هون عم بينشروا الغسيلات. الجو عنا يا جماعة اليوم جو مشمس الحمد لله رب العالمين، فما في كل هالقد برد. رح ورجيكم برا كمان شوي. كل الولاد بالحارة عم بيلعبوا. ريماس انتي وميرا مشتاقين للمدرسة؟ ها؟ ريماس وميرا عم بيقولوا انه مشتاقين للمدرسة. سيرجي بتشوفي كيف؟ يا جماعة سيرجي حاطة راسها براسها التليفون، عم تتفرج على التليفون. سيرجي ليش ما بتقومي شوي؟ مع اساس كنتي بدك تنامي. وطي الصوت، وقفي شوي. مع اساس كنتي بدك تنامي، ليش ما نمتي؟ ما بعرف. لهلا عطشانة؟ ها؟ وين عم بوجعك؟ راسك؟ لك؟ يا جماعة هاي سيرجي يعني منطفية بالمرة، مع انه هلا اهم شيء يا جماعة كنت قلت لها تقوم تفطر، بس لانه راحل كتير وبالقليل. خليني ورجيكم الساعة. فالساعة عنا بلشت هون تصير الساعة 4، فعلى الساعة 7 ببلش انه يأذن عنا يا جماعة. الساعة 7 بيأذن، فبقيان شي 4 ساعات 3 ساعات وشوي. ميرا عم تقرأ قرآن. ريماس قربي شوي، الشمس على وجهي. ريماس اسمه واضحة، الكاميرا واضحة. أري يعني ايه. المهم جيت لهون ميرا عم تقرأ القرآن. بقولها لميرا، ميرا انه انت قرايتك بالقرآن مثل الأتراك، مو مثلنا نحن يعني السوريين. ميرا اقرأي شوي. هي بلشي ميرا اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. بس يا جماعة أنا بضل بقولها لميرا، ميرا قرايتك بالاسمه وقت بتقرأي قرآن بقولها إنه أنت بتقرأي مثل الأتراك، مو مثلنا نحن السوريين. صارت هاي الكلمة معروفة، السورياليين. جماعة وأنا كنت عم بطبخ، فميرا نادت لي عطلي ماما سيرجي إنه طبت على الأرض. هي داخت بصراحة يعني، لأنه من يوم الصبح سيرجي عم بتقول ماما إنه أنا عطشانة كتير، إنه سيرجي مسحي إنه راسي عم بوجعني. فعلى أغلب يا جماعة بكون إنه يعني إنه عطشانة. سيرجي أنت عطشانة؟ ها؟ عم بتقولي وراسها عم بوجعها. تعي سيرجي روحي تشطحي على الكنبه. يا جماعة خلي سيرجي تتشطح شوي تتفرج. يا جماعة جبنا سيرجي لهون، قلنا إنه خليها تتشطح شوي لبين ما إنه خليها تتفرج على التلفزيون. فأنا بدي بلش بالطبخة هون لأنه ما ضل وقت يا جماعة. أنا ميرا وعبدالله خليني أنا هون أغسل الملوخية. لكم شغلة يا جماعة، أنا بحب إني أكون جوعانة وأطبخ. ليش؟ لأنه بس متى ما كنتي جوعانة وأنتي عم تطبخي يا جماعة يمكن فات شوية كلور على الملوخية. مين عم تقولي؟ هو فات شوي صغيرة، هلا رح أغسلها. أنا شو ما بلد عم بيقولوا لي عني يا جماعة. فأنا عم بمزح نوم، فأنا بحب إني أكون جوعانة وأطبخ. ليش؟ لأنه يوم يلي الوحدة بتكون جوعانة فبتطبخ من قلب ورب،
مو مثلا مثل انه مالها جوعانه بس بدها تخلص انه حالها من الطبخه. ايه حاج ميرا، فانا اليوم هيك جوعانه كثير، فالوحده بتصير تطبخ بلذة اكثر. ايه ميرا عم بتقول ايه؟ فهمت علي. ميرا انت زي ما تفضل عقولك مدى؟ على ولو المطبخ كبير اكبر من هذا بشوي يا جماعه، عن جد في عندي طاوله. ايه، وكمان في عندي الكراسي وكل شيء، كنت حطيت الطاوله بالمطبخ. ايش الشيء اللي ما بحبه بالملوخية؟ تنقية الملوخية عن جد زور. عالة ميرا بلا زور يعني. هلا بغسلها كتير كويس، انا بغسلها مرتين ثلاثة. اول شي بنقع بمية السخنة، بعدين بالمي الباردة 3-4 مرات بغسلها، وهي هي. هو الرز، هلا بلشت بالرز يا جماعة، بدي اطبخ الرز لانه يا جماعة ما بعيان شي، بعيان يمكن 3/4 ساعة ومو اكتر. هلا نحن كل فكرنا انه بيأذن على الساعة 7:17 دقيقة، بس بالاخير سألنا عنا الجوجل، عرفنا انه بيأذن على الساعة، انه ساعة ميرا 6:17 دقيقة. يا جماعة شوي رح يستوي الرز كمان، بس عن جد نحن اليوم كلياتنا استوينا، بس الحمد لله رب العالمين. اهم شيء النية الصافية، هي اهم شيء يا جماعة. هلا شوي تاني بخلص الرز، وبدي جهز الطاولة قبل ما يقدم بشي 3 دقايق او 4 بالكتير، لحتى 5. شو؟ 5. هلا الساعة 5 وشوي. ميرا جوعانة، عم بتقول جهزي اسمه الطاولة، يعني جهزي الأكل قبل الساعة 6 بكتير. ميرا جوعانة؟ ايه قديش، شوي ولا كتير؟ كتير. ميرا عم بتقول كتير. يا جماعة سيف جديد أخذت شوي، لأنه ضلت تقول إنه أنا عطشانة كتير. يمكن امبارح على السحور سيف دي ما شربت مي بالمرة، صح ميرا؟ يني في كوسة تانكة باخر. ميرا عم بتقول إنه سيف دي شربت بس نص كاسة. يا جماعة والله العظيم امبارح على السحور ضليت أقول لهم اشربوا مي كيلو لبين ما تقدروا كيلو، يعني لا تعيشوا حالكم جوعانين بكرة مثلا بدكم تصوموا ورح تجوعوا. ما كانوا يردوا علي. أنا أكلت. سيف دي تعال شوي عطشانة. السفجي ايش عم بتسوي؟ عم بتواسي حالها بهدول، فبضل تلعب فيهم بهدول. ميرا ورجيهم هدول اللي اسمه باتان. هي بقولوا عليها بالتركي باتان، فبتضل بتروح وبتجي فيهم لحتى تنسى همها سيفجي. يا سلام يا سلام يا سلام، لأن البنات جوعانين. بدي اشوف الملوخية. يا سلام على الملوخية يا جماعة. ليش لما بنكون جوعانين كل شي بصير طيب؟ ايه ليش ميرا؟ ما بعرف. ميرا ما بتعرف. خليني افضل الرز كمان بما ان المي عم تغلي غلي. شوفي ملوخية تسع رزات. وقتين تابع بدك وانا خوش دبل. مخلوط. ماما تبروجية. مثل صرت اني دوق الطبخة فما بصير شيء. طبعا كل النسوان بيعرفوا هاي الشغلة، بس بناتي ما بيعرفوها. انا قلتها بس ما بلعتها، جبتها بس على راس لساني. يعني ميرا بصير اني دوق الطبخة. ايه انا كمان ادوق. لا ميرا عم تقول انا كمان ادوق. فالملح ناقص شوي، بدي احط لها ملح شوي تاني. ما بحب اني احرك الرز كل هالقد يا جماعه، بحب اني احركها بس مره وغطي على تمها وعلى تمي الله مع الصابرين. يا جماعه هيك بكون خلصت الطبخ كله. طبخت الرز، طبخت الملوخيه، كمان هون حطيت مخلل. بس هون هذا اطيب شيء نحن بنساويه بنحبه. فهاي الفليفله يا جماعه نحن بنحطها على اسمه على الغاز، فالمفروض انك تبعتيه على الفرن ورشيت عليه شويه ليمون
وكمان شوية ملح، فعن جد بيطلع. انتوا جربوا بتشوفوا الطعم شلون. والبنات هون يا جماعة ميرا عم بتقولوا انه انا جوعانة كتير، ريماس نفس الشي، سيفجي ذاتا عطشانة يا جماعة. سيفجي من كتر ما أنا عطشانة اجت عبت كاسات المي هون كلهم، سيفجي رح تشربيهم كلهم تكيجيو باخي عبتقول ايه. يا جماعة من شوي أبوهن اتصل فيهم فبانجين نشعل ميرا كرموجوها ببابا جوتشا بانجين قال انه ريماس تحملت ولا لا، قلت له لا الحمد لله ريماس تحملت الصيام، بس سيف جي عيني عليها لانه انا كنت حاسه شلون ما اشيل عيني عليها فكانت رح تشرب مي. فالمهم الحمد لله رب العالمين يا جماعه انه سيف جي تحملت وقدرت انه تصوم يعني. فمتوني بانجين اتصل فيني قال لي سوسن اعطيهم مصاري خليهم يروحوا على السمان يشتروا الشيء اللي بدهم اياه، بلكي جاي عبالهم شيء، صح لما لا؟ بس هن شالوا يا جماعه قالوا انه مو جاي عبالنا شيء، كل يلي بدنا اياه ميران كل يلي بدنا اياه انه ناكل ومو اكثر، صح لما لا؟ المهم يا جماعة فخليهم هن هلأ ياكلوا، طبعا لسه عنا ما قدن يا جماعة بقيان شي يمكن 10 دقايق أو أقل أو أكتر. المهم على الأغلب بيقدن الساعة 6:16 صح؟ لأنه سألنا عمنا الجوجل. هلأ بالعادة يا جماعة لما بيقدن بنسمع الصوت مو ما بنسمع، فما بكون عينا على اسمه يعني على الساعة. المهم ما في مرة انتبهنا وصفرتنا هيك ما هيك صارت يا جماعة. وميرال هون، ميرال انتي كمان جادي يا جماعة. أنا ليش بحب الصيام مو ما بحب الصيام، بس شو يلي وقت منصوم شو يلي بيعذبني كتير وبيتعبني كتير هي ميرال. يعني اليوم يلي ما بتشوف إنه أخواتها بتاكل معها أو بياكلوا قدامها فهي كمان بتبطل إنه ما تاكل، فكتير بحتار على ميرال. سيفجي وفي زي ما فخر يا جماعة. هلا لحتى أدان الساعة 6:18 على التمام أدان، فسيفجي هون استوت على الخالص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت الغروب وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. يا جماعة صار لازم نفطر. الصفرة وجلينا الجليات، فقلت للبنات إذا بدكم تاكلوا الفواكه قالوا لي إنه ماما ما رح ناكل فواكه، مع إنه أنا جبت لهم الفواكه فقالوا إنه مو جاي عبالنا ناكل فواكه، فنزلتهم شوي اسمه على الشوك. لما الواحد بصوم يا جماعة من بعد الإفطار بحب ياكل الشيء يلي جاي عباله، مثلا الشيء اللي بيخطر عباله، فحبيت نجيبهم على السوبر ماركت أشوف الشيء اللي جاي عبالهم ياكلوا. ميرا وريماس يجي عبالهم نسكويت، فرح شوف إيش رح ياخدوا بقى. سيفجي ميرا أنتي سيفجي أخدت نسكويت. ميرا ميرال أخدت هاد ريماس يجي نسكويت تيجي نسكويت بخي تمام. فرح تاكل مع سيفجي. لا ماما رح اخد شي جنب القهوة. رح اخد هذا جنب القهوة. غير هيك ده هذا قال يا جماعة. وهيك رجعنا من الماركت. ميرا اشترت بسكويت أكلته وخلصت. سيفجي قالت إن أنا دا أكل نسكويت. يا جماعة هلا دا أسألهم سؤال، مين أكتر وحدة فيكم جاعت؟ برشي بيونه مين؟
سيفجي. ها يا جماعة، حبيت. يا جماعة هي عم تحكي بالعربي بوش قلبها. المهم يا جماعة، يلي أكتر شي جاعت هي سيفجي. فسيفجي ما صدقت على الله إمتى الأذان يأذن، غير هيك كانت عطشانة كتير. وانتو شفتوا إنه سيفجي بنهار تعبت كمان كتير. ميرا عم بتقول إنه أنا عطشت، صح؟ انتي عطشتي ولا جعتي ميرا؟ عم بتقول إنه جاعت. ريما سنتي؟ هي كمان عم بتقول إن أنا جعت. فيا جماعة بدي أسألهم شي تاني، بكرة رح تصوموا معي ولا لا؟ سيفجي بكرة رح تصومي ولا لا؟ سيفجي ايش كانت عم بتقول لا حدا ياكل شي قدامي شي طيب، ها؟ لا حدا ياكل شي قدامي. فريمس بكرة رح تصومي؟ يا جماعة أنا هون خلصت الجلي وخلصت الشغل كله. هلا عم بستنى بونجين لحتى يجي. الساعة عنا 7 يعني فيكم تقولوا 10 دقايق. فعم بستنى بونجين ليجي لحتى بونجين ياكل ونشرب القهوة سوا. جينا أنا والبنات طبعا بعد ما فطرنا. شلت العشاء، جليت الجليات، رجع إجا بونجين على الساعة 8. فحطيت له هو كمان العشاء. رجعت جليت الجلي، حطيت هون فواكه، كمان حطيت شوية مكسرات، كمان سويت شاي هون. فهلا بدي شرب البنات الدواء اللي اسمه الشراب الفيتامين يلي بعطيهم اياهم إلهم. فهذا هو. يمكن اول هذا اللي اسمه قبل هذا الفيديو كمان شرحت لكم انه هذا الدواء لايش؟ لزيادة الطول. فهلا بطعمي سيفجي كمان لانه سيفجي ورا الكاميرا. يا جماعة بدي لكم شغلة هون. بما انه ميرا بتاخد حب يعني الدواء لميرا مو شرب، فقلها حب. الحبوب هيك بيجوا كبار شوي يا جماعة. لميرا بما انه حب، فميرا عم بتقول ماما ما بقدر ابلعه لانه كبير. الحب بيجي هيك كبير شوي، فبحط لها اياه هيك بقلب المحرمة وبقطع لها اياه. ميرا شوي يا جماعة عن جد أنا كنت رح ساوي إلي قهوة، فمشتهية على القهوة، بس بونجي ما بشرب قهوة. سويت هون شاي إلا بنشرب سوا. ميرا لبين ما تشرب هذا الحب بطالع روحنا يا جماعة. بقسم لها إياهم على 3 قسم، على 3 قطع يعني. طبعا هذا الدواء يا جماعة بنشرب البنات لمدة 6 شهور. يعني الوحدة المفروض تشرب أولادها لمدة 6 شهور. وأنا صار لي شهر وشوي عم بجيب لبناتي. طبعا حق العلبة 500، بجيب 3 علب ب 1500. خلص ميرا يا جماعة. وهون هيك حطيت الفواكه. ميرا ايش عم تعملي؟ شفرة. ميرا عم تقول شفرة. عم بحكي معها بالعربي عم ترد علي بالكردي. المهم خليني اقلب الكاميرا يا جماعة. هون بونجين اجا على البيت، فمثل ما قلت لكم انه حطيت هون فواكه. جماعة كيفكم؟ شو اخباركم؟ من شد كان شنو كان حوال جميلة بالكردي بالعربي طبعا عشان اللغتين تفهموا علينا. بالتركي كمان خوش قالدنس. عارف. اي والله حطينا شاي نشرب الشاي. تفضل نشرب شاي يا جماعة أنا كنت أشرب قهوة، بس بونجين بما أنه من النوع يلي ما بيشرب قهوة بهذا الوقت. يعني نحن هلا الساعة عنا صارت 9 وشوي. بونجين بوقت متأخر ما بشرب القهوة، فقلت يلا بشرب مع بونجين اللي اسمه الشاي. الشاي وعم نشرب شاي أنا وميران، عم ناكل بزر وبسكويت بيتعمل نسكويت. نسكويت تمام. ده بمرة جماعة حطيت ليه؟ ميرال متعودة على التصوير، صايرة شلون ما عم نتحرك عم بتصورنا يا جماعة عن جد. وشو على السناب شات ما بتعرف تمسحه، دغري بتبعته على الحالة. عبد الاسوة يلي بتصوره بتحطه على الحالة. فأحيانا كتير بيتصلوا فينا بيقولوا لنا إنه ليش حاطين صوركم على حالة السناب شات. فدغري بنركض على تليفونها لميرال، بنعرف إنه هي يلي هيك عملت. يا جماعة هلا بالأخير بدنا نقولكم إنه لأنه بدنا نبرك شوي عن جد، بدنا هيك نرتاح شوي وناكلنا هيك نتسلى شوي. فعن جد اليوم كان يوم متعب عن جد. إنه أنا تعبت بيومي. أول ما فلت من النوم ضبطت البيت، رتبت البيت، حممت البنات،
ومثل ما شفتوا انه حضرت اللي اسمه العشاء للبنات. طبعا بونجي ما كان معنا، ليش؟ لانه بونجي بيجي على الساعة 8. بونجي بيجي على الساعة 8، نحن فطرنا على الساعة 6:18 دقيقة. فيا جماعة أنا هون هلأ بدي ارتاح شوي، بدي اشرب لي كاسة شاي هيك على الرواق. عن جد أنا تعبت، لأنه بونجي هلأ شو بنقول؟ بونجي عم بيلعب مع بنته. يا جماعة هلا وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى انه يعجبكم الفيديو. بتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسوا تحطوا لنا لايك واشتراك. بنحبكم كتير، مع كل الحب والاحترام منا لكم. باي باي. يا جماعة ناقش عم قشن تولي فيديو خا بير ما كان لايك واشتراك يا جماعة تيكني عم برجو حظكن وباي باي.